السلام عليكم ورحمة الله. اشتعلت الحرب مجددا بين المغنية شاكيرا وحبيبها السابق جيرارد بيكي، حيث أعلن هذا الأخير تعاقده مع علامة كاسيو الشهيرة للساعات لرعاية دوري الملوك، وذلك بعد الأغنية التي تهكمت فيها النجمة الكولومبية مين. الأغنية سجلت أرقاما قياسية قدرت ب 63 مليون مشاهدة على يوتيوب خلال 24 ساعة الأولى من إطلاقها، وحققت حتى الآن 111 مليون مشاهدة، وتصدرت المركز الأول في مشاهدات المحتوى الموسيقي، مما يجعلها الأغنية اللاتينية الجديدة الأكثر مشاهدة في تاريخ المنصة، كما المنصات الموسيقية الأخرى مثل سبوتيفاي بملايين مرات الاستماع. وتهكمت شاكيرا من المدافع الدولي السابق عندما قالت إن بيكي استبدل ساعة رولكس بساعة كاسيو، في إشارة إلى الصديقة الجديدة للاعب برشلونة الذي اعتزل العام الماضي. وحاول بيكي تجاهل الأصداء التي تبعت أغنية شاكيرا، وكتب تغريدة عبر حسابه الرسمي: يوم الخميس الماضي غدا الساعة 9 مساء دوري الملوك، ستكون الحياة رائعة. لكنه ظهر لاحقا في بث مباشر لبرنامج تابع لدوري الملوك كينج ليج، الذي تنظمه شركة يمتلكها بيكي، مرتديا ساعات يد من علامة كاسيو، وقال ساخرا إنها ساعة تدوم مدى الحياة. أعلن قلب الدفاع السابق والنجمة الكولومبية شاكيرا في يونيو الماضي انفصالهما بعد علاقة لأكثر من عقد أثمرت طفلين.